عارفين ليه في ملوك ليهم مقابر داخل وادي الملوك وملوك تانيين المقابر بتاعتهم خارج وادي الملوك؟ سرقة المقابر كانت منتشرة كتير جدا في عهد قدمائنا المصريين، مش بس في العهد الحديث بتاعنا اللي احنا فيه دلوقتي. كان لما أي ملك يندفن أو إنسان مثلا كاهن أو وزير أو أي حد من الناس اللي كانت بتعمل مقابر ضخمة وبيحطوا فيها كنوز، كان الكنوز بتاعتهم كانت بتتسرق بعد كده. وطبعا ده كان سببه ان احنا قدماءنا المصريين كانوا بيؤمنوا بالبعث والخلود، فكانوا بيحطوا كنوز كتيره معاهم في المقابر بتاعتهم عشان خاطر يستخدموها بعد كده في الحياه الاخرى. نظام المقابر في العصور القديمه او عصر مقابر الاسرات لحد عصر الاسرات كان عباره عن مصطبه. المصطبه دي كانت عباره عن غرفه كبيره، عباره عن مقبره مرسوم فيها طبعا رسومات قدمائنا المصريين ورسومات كتاب الخروج الى النهار، وكانوا بيحطوا فيه طبعا الكنوز بتاعت قدمائنا. فكانوا بيعملوها من فوق نظام مصطبة. المصطبة دي كانت عبارة عن شكل مسطح أو يعتبر هرمي، ولكن هرمي مسطح ومنحنى من الجوانب، لحد ما جت الأسرة الرابعة وجه الملك زوسر وطلب من صديقه المهندس والطبيب أمحتب إن هو يعمل له نظام جديد في شكل المقبرة بتاعته، فبنى له هرم زوسر. هو كان عبارة عن مصاطب ولكن فوق بعضها، فأصبحت هرم مدرج. وبعد كده بدأ إن هم يعملوا أهرامات تانية، طبعا ملك سنفرو، بعد كده خوفو، بعد كده خفرع، بعد كده منقرع، وبعدين كذا حد عمل اهرامات، لان مصر فيها حوالي 120 او اكتر من 120 هرم. وده الشكل ده كله اتاخد من بعد الملك زوسر ما عمل الهرم بتاعه كمقبره. بس هل ده حماهم من السرقه؟ برضه لا. فضلوا يحاولوا محاولات كتيرة عشان خاطر يعملوا مقابر ما يوصلهاش لصوص، ولكن للأسف كل المحاولات باءت بالفشل، لحد ما جت الأسرة 18 من أول الملك تحتمس الأول. الملك تحتمس الأول قال أكيد اللي كان بيسرق المقابر دول ناس عارفين مداخل ومخارج المقابر، لأن زمان كانوا بيعملوا أو أبواب وهمية علشان خاطر محدش يعرف يوصل للمقبرة. فابتكر فكرة إن هو يعمل المقابر تحت الأرض محدش يقدر يوصل لها ولا حد يعرف مكانها غير الناس الموثوق فيهم، أو الناس اللي عملوا المقبرة واللي اشتغلوا فيها والنحاتين، عشان يعرفوا لو المقبرة اتسرقت مين اللي سرقها. لأن اللي كان بيسرق المقبرة كان بيكون عليه عقاب شديد جدا، وهو إن هو كان بيندفن حي وكان بيغطى بجلد الماعز، وجلد الماعز ده في عهد قدمائنا المصريين كان بيدل على النجاسة. ومن هنا ابتكر فكرة وادي الملوك. طيب ليه كل الملوك فيه؟ الملك تحتمس الأول كان عامل الوادي ده عشان خاطر يكون للأسرة ال 18 فقط، أو أسرة التحتمسين كلهم، يعني هو ملك تحتمس الأول، الثاني، الثالث، مثلا زي حبيبنا ده الملكة حتشبسوت، وهكذا. وعلى فكرة الملكة حتشبسوت الملكة الوحيدة اللي مدفونة في وادي الملوك، لأن هي كانت شايفة نفسها في مقام الملوك الذكور، لأن في وادي الملكات مدفون فيه زوجات الملوك. كل الملوك يعني اللي جم بعد الأسرة 18 أو أسرة الملك تحتمس فكروا هم كمان إنهم يدفنوا نفسهم في نفس المكان، عشان يبقى الوادي ده معروف إن هو مكان للملوك فقط. وكان على فكرة زمان كان عليه حراس، ما كانش أي حد بيروح المكان ده، لأنه خلاص اتعرف إن المنطقة دي البر الغربي في الأقصر كان هو منطقة دفن الملوك. فوادي الملوك يعتبر هو المكان الوحيد في مصر القديمة اللي اتسرق في العصر الحديث، من بعد طبعا ما جه اوجست مارييت وهوارد كارتر والناس دي وبداوا ان هم يكتشفوا. قبلها كانوا المصريين للاسف كان في ناس عارفين اماكن المقابر فسرقوا منها كتير، فهم قالوا خلاص المنطقه دي كلها مقابر ملوك. فهناك بقى اكتشفوا توت عنخ امون، واكتشفوا الملك رمسيس، واكتشفوا الملك تحتمس، واكتشفوا كل الملوك هناك، لكن معظم المقابر كانت اتسرقت. فاشهر مقبره كانت لسه على حالتها في وادي الملوك هو مقبره الملك توت عنخ امون.